تعالوا بقى النهاردة كده نعمل حاجة حلوة وسريعة وسهلة جدا، مش هتاخد معاكي اي وقت ولا مجهود، وكمان هتطلع معاكي خطيرة وهتشرفك كده قدام ضيوفك. شايفين بقى الشكل حاجة كده تحفة، وكمان الطعم هيطلع مميز جدا جدا. شايفين كمان الطبقات كده من جوه، ما شاء الله جميلة. لو اول مرة تشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. اول حاجة بقى هنا بنجيب لتر من الحليب، بنحطه في حلة كده وبنضيف عليه كوباية من السكر. انتي طبعا السكر هنا مظبوط، لو انتي عايزة سكر اعلى شوية ممكن تضيفي كوباية ونص من السكر. هنزل عليهم كمان ب2 ظرف كده من الفانيليا، وهنزل عليهم هنا ب1.5 معلقة كبيرة من بودرة الكاستر. لو ما عندكيش الكاستر ممكن تضيفي نشا مكانه، او ممكن تضيفي كاستر بس مكان النشا. هنزل عليهم هنا كمان بكوباية من جوز الهند، ودي بتخلي الطعم مميز جدا جدا وبياخد الوصفة دي في حتة تانية. وهنقلبهم كده على البارد. طبعا قبل ما ترفعيه على النار لازم تقلبي كل المكونات على البارد كويس جدا لغاية ما تتأكدي ان السكر داب معاكي بالشكل ده. يبقى احنا هنا ضفنا لتر حليب، نزلنا عليه ب1.5 معلقة كبار من الكاستر، ونزلنا عليه بكوباية من جوز الهند، وهنزل عليهم كمان ب1.5 معلقة هنا من النشا اللي هي نشا الذرة. وما تنسيش الفانيليا، وكل لتر بياخد كوباية من السكر. هقلب بقى كده كويس جدا. في المرحلة دي هرفع بقى هنا على النار لغاية اما القوام معايا يتقل. طبعا وما ترفعيه على النار لازم تبقى ايدك على طول في تقليب مستمر علشان ما يعملش معاكي اي تكتلات. لازم على طول في تقليب كده زي ما انت شايفه اهو. في المرحله دي ابتدى يدخل اهو في الغليان. هنبدا بقى نقلب كويس جدا لغايه القوام بقى ما يبقى مظبوط. شايفه بالشكل ده. شايفين كده خلاص اهو. طبعا اول ما يبتدي كده يغلي معاكي والقوام يتقل معاكي تنزلي بمكعب زبده. لو ما عندكيش مكعب زبده ممكن معلقه كبيره من السمنه. شايفين بنقلب بالشكل ده. هو في المرحله دي انا ضفت هنا مكعب زبده وابتديت اقلب كمان. شايفين اهو ده القوام اللي احنا محتاجينه او اللي هيبقى مظبوط معايا. شايفين في المرحلة دي خلاص كده جاهز معايا. هنجيب بقى قالب التقديم وهدهنه كده بحبة سمنة او زيت علشان ما يلزقش معاكي. شايفة بالشكل ده. وهبدأ بقى اصب فيه الخليط اللي احنا عملناه. طبعا يكون دافي شوية، ما يكونش سخن قوي، وما تستنيش عليه لغاية ما يبرد علشان هيتماسك معاكي بسرعة جدا. شايفة ببدأ انزله بالسباتولا بالشكل ده اهو كده لغايه اما املى بيه الصينيه بتاعتي. طبعا ممكن تقدميه في قوالب، ممكن تقدميه كمان في كاسات، يعني طريقه التقديم اللي انتي حباها ممكن تقدميها، بس انا لقيت الطريقه دي اشيك واحلى في التقديم. شايفها بالشكل ده. وطبعا الجناب بقى اللي باظت بتاعه الصينيه هننضفها كويس. انا بلف الصينيه كده علشان القوام تقيل زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده بقى هبدأ اساوي السطح بتاعها كويس. بعد كده هنجيب بقى هنا البسكوت. طبعا لو عندك بسكوت بالكاكاو هيبقى حلو جدا. ده هنا بسكوت ساده، انا حطيتها كده بالطول فحسيتها انها طويله شويه، فابتديت احط البسكوته بالعرض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا برص البسكوت حوالين داير كده بالشكل ده، وابتديت بقى احاول اصلح فيها دي لقيتها اتكسرت زي ما انتوا شايفين كده. هنبدا بقى ونغرس كده البسكوته من غير ولا بنسقيها في حليب ولا اي حاجه. انت بتاخديها على طول من باكيت البسكوت وتبداي ان انت ترصيها فيه بالشكل ده. طبعا هي هتبقى سخنة، القوام سخن بتاع الخليط فهيديكي الطراوة بتاعت البسكوت. شايفة بالشكل ده. وطبعا هندخلها بقى التلاجة تاخد لها ساعة في التلاجة او في الفريزر، وهتتقدم معاكي وهيبقى شكل وطعم خطير. شايفين اهو بالشكل ده. كده هظبط كل كمية البسكوت اهو زي ما انتوا شايفين كده. ممكن تحطي كمان كمية بسكوت اكتر لو متاح عندك.
اهو كده ده شكلها. اروح بقى ادخلها الفريزر بعد ساعة هوريها لكم وتطلع من التلاجة تبقى شكلها عامل ازاي. ده هنا بقى كده بعد ساعة اهو قلبتها كده في طبق التقديم، طلعت شكلها جميل جدا جدا. شايفين بقى حاجة تحفة. هنبدأ بقى هنا في مرحلة التزيين. هنحمص حبة جوز هند محمص او حبة مكسرات الموجود عندك، هنضيفها كده من فوق زي ما انت شايفة اهو بالشكل ده. طبعا التزيين اي حاجة عندك هتبقى حلوة وجميلة، حتى لو هتقدميها سادة كده مفيش اي مشكلة، بس حبة الجوز هند المحمص اداها كمان شكل جمالي حلو وهيديها طعم احلى. بعد كده اي بسكوت هنا عندك بالشوكولاتة، حبة شوكولاتة مبشورة، اي حاجة للتزيين. شايفين بالشكل ده. هبدأ بقى اقطعها قدامكم واوريكم شكلها عامل ازاي، حاجة كده تحفة. شايفين بقى الشكل. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. شايفين بقى. باي باي وبألف هنا على قلبكم.